أهلا بيكم كل متابعين مشاوير، يا رب دايما تكونوا في خير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة احنا جايبين لكم مبادرة شقق بنك التعمير والإسكان. الفيديو هيكون فيه كل التفاصيل، عيوب ومميزات المبادرة، أسعار الشقق كلها كاملة وجاهزة على التشطيب. قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وكمان لو انتوا على الفيسبوك اعملوا فولو لصفحة مشاوير، ولو على اليوتيوب دوسوا على الاشتراك واختاروا من الجرس الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الإسكان مع عمر مخلوف. أول حاجة هنتكلم عليها إيه اللي بيميز الطرح الجديد من وزارة الإسكان واللي نازل في مدينة العبور واللي نازل في مدينة أسيوط الجديدة. الميزة الأولى في الطرح ده هو سهولة التقديم. يعني إيه سهولة التقديم؟ يعني أنت ممكن تقدم في الطرح ده بس بالبطاقة، والتقديم كمان إلكترونيا، وكمان مش محتاج تروح في أي حتة عشان تقدم. كل اللي أنت محتاجه إنك تقدم إلكتروني على موقع بنك التعمير والإسكان، وهو الموقع اللي قدامك على الشاشة. وكمان بالنسبة لشروط التقديم ولا أسهل، لأنك أنت عندك شرطين اتنين بس لازم يكون عندك، ألا وهما إنك أنت تكون مصري الجنسية، والتاني إنك أنت يكون سنك معدي 21 سنة. وكمان بالنسبه للشروط في مفاجاه اكتر، انك انت لو مقدم قبل كده على شقق الاسكان فتقدر تقدم على الطرح ده، حتى لو كنت مقدم على اراضي الاسكان ايا ما يكن قدمت على ايه في الاسكان تقدر تقدم على الطرح ده. وكمان لو عندك حاجه ملك تقدر تقدم على الطرح ده. طبعا ما فيش طرح اسهل من كده. الحاجه الثانيه اللي بتميز الطرح ده وهو انك انت هتستلم شقتك تسليم فوري، وكمان تشطيب كامل وكامله المرافق. وطبعا الاستلام في الشقه دي بيكون من 6 شهور لسنه، وده مش لان الشقه مش مبنيه، الشقه زي ما حضرتك شايفها كده، لا ده بيكون بسبب الاجراءات. وهنا بتكلم على الاجراءات البنكيه، وكمان جاهزيه العماره نفسها اللي حضرتك حجزت فيها الشقه، هل هي هتكون جاهزه للتسليم دلوقتي ولا لسه فيها بعض التشطيبات. وطبعا ما ننساش الميزه الثالثه وهي لوكيشن المشروع، وده طبعا لان المشروع قريب جدا من عمارات سكن مصر العبور الجديده والمشهوره جدا، وكمان قريب من عمارات الاسكان الاجتماعي واللي معروفه جدا هناك. والمشروع بيبتعد حوالي 500 متر بس عن مرور مدينه العبور الجديده. وطبعا تقدر تعمل سيرش عن عمارات الطابع الحديث في العبور الجديده وهتقدر توصل لها على طول عشان تشوف الشقق اللي انت ممكن تشتريها او تقدم عليها. رابع ميزه مهمه جدا معانا هو ان المغتربين يقدروا يقدموا على الطرح ده، ما عندهمش اي مشكله، لان زي ما ذكرنا التقديم الكتروني على موقع بنك التعمير والاسكان، سواء كان المغترب ده في مصر في اجازه او حتى هو بره مصر، فكل العمليه ممكن تمشي الكتروني، وحتى تحويل الفلوس او تحويل جديه الحجز ممكن تمشي الكترونيا، وسبق وذكرنا ده في كل حلقاتنا اللي فاتت. الميزه الاخيره معانا في الطرح ده وهو اسلوب سداده المميز. مميز من ناحيه ايه؟ مميز انك انت ممكن تشتري الشقه دي كلها كاش، واغلى شقه في الطرح ده بالنسبه لمدينه عبور الجديده عامل 703000 جنيه. طبعا هنا لازم اقول لك معلومه مهمه جدا، ان شقق الاسكان الاجتماعي في الطرح الاخير الاعلان ال 16 بقى سعرها 500000 جنيه. شقق الاسكان الاجتماعي بقت ب 500000 جنيه، والشقه اللي قدامك دي تسليمها فوري ثمنها 700000 جنيه، في حين ان شقق الاسكان الاجتماعي بتستلمها بعد 3 سنين ويمكن 4 سنين. انت فاهم الفرق اللي انا عايز اوضحه لك هنا؟ انا هقول لك ميزه مهمه جدا لو انت عايز تقدم في الطرح ده، ازاي تخلي الفوائد عندك اقل ما يمكن وتدفع قسط قليل. الطرح ده فيه ميزه مهمه جدا اسمها السداد المعجل، يعني هو بيديك الامكانيه انك انت تدفع قيمه اكبر من المطلوب منك، في حين ان هيتم اعاده جدوله الفوائد اللي عليك، وبكده اداك مساحه انك انت تدفع قيمه عاليه وفي نفس الوقت تضمن ان المتبقي من ثمن الشقه هيبقى هو القيمه الاقل، فبالتالي الفوائد هتبقى قليله وكمان القسط هيبقى قليل. يعني انت بتحدد قسطك بايدك، وده لاول مره من فتره كبيره في الاسكان. وطبعا الميزه دي ما كانتش موجوده مثلا في طرح سكن مصر ودار مصر وجنة الشهير جدا الطرح اللي فات اللي كان 2023 اللي كان في اول السنه. نيجي بقى نتكلم على العيوب اللي في الطرح ده واللي لازم تخلي بالك منها كويس جدا قبل ما تحجز. اول حاجه لازم تبقى عارف ان مفيش عماره في الطرح ده كامل في اسانسير، وعلشان كده بقول لك وانت بتحجز الشقه حاول على قد ما تقدر انك تركز على الادوار السفليه، الارضي الاول الثاني الثالث الرابع، وخلي الاخير اخر اوبشن ليك وانت بتحجز. ثاني اهم عيب بالنسبه لمدينه العبور وهو المساحات. المساحه في مدينه العبور اكبر مساحه وصلت ليه كان في الطرح 92.5، في حين الناس كتير جدا كانت عايزه مساحات اكبر، بس طبعا ده ما كانش متوفر في الطرح ده. ثالث اهم عيب وده اخطر عيب من وجهه نظري الا وهو الحجز. الحجز في الطرح ده بالاسبقيه، يعني يا تلحق يا ما تلحقش، وطبعا اللي مقدمين في الطرح ده كتير جدا معدي ال 40000 متقدم، وطبعا الحاجزين مش هيقلوا عن 10000 متقدم على 1080 شقه في العبور، وده اللي هيخلي العمليه صعبه جدا جدا جدا. من ضمن الحاجات اللي كنت اتمنى ان هي تكون في الطرح ده وشايفها من اهم العيوب في الطرح ان هو مش متحط بسور وبوابات وامن وحراسه وخلافه، يعني هو مش واخد شكل الكومباوند، هو عماير منفصله. طبعا ده ما يعيبش المشروع قد ما هو لو كان موجود كان هيبقى اضافه للطرح بشكل كبير جدا. اخر حاجه معانا وهو الفوائد. ناس كتير جدا اشتكت ان الطرح ده فيه فوائد كتير، مع ان اي طرح بالنسبه لبنك التعمير والاسكان بيكون فيه الفوائد بنفس الشكل، سكن مصر دار مصر جنه. انا مش شايف ان ده عيب من وجهه نظري، لان كمان هم حطوا بند السداد المعجل واللي سبق وشرحناه، يعني ممكن تتخلص من مساله الفوائد قد ما تقدر على حسب الكاش اللي معاك، ساعتها هتقدر تتحكم في الفوائد وكمان في الاقساط بتاعتك، وساعتها هتبقى اتحلت مشكله الفوائد بشكل نهائي. ودي كل المميزات والعيوب اللي شفتها في الطرح ده من واقع الاسئله اللي بتجيلنا من الناس والاستفسارات، حبيت اجمع لكم في حلقه كامله عشان كل وجهات النظر تبقى وصلت. وطبعا وجهه نظري في الطرح ده ان هو فرصه كبيره، ما تحاولش ان انت تضيعها، مميزاته كتير، وفي نفس الوقت اللي احنا فيه ده حاول تحافظ على راس مالك على قد ما تقدر، وانك تحطه في شقه مع الدوله وجهه مضمونه 100%.